ولا فيها ناشئين، ولا فيها كبار، ولا فيها محترفين، ولا انت عارف بطولة الرابطة دي اصلا بتتعمل ليه، ولا عارف ايه الفايدة منها غايب فلوس ولا تجهيز لعيبة ولا تجهيز النادي الماتشات، ولا انت عارف هي بتتلعب ليه اصلا. بس هي بتتلعب زي ما قلت قبل كده علشان الفرق اللي ما عرفتش تكسب الاهلي في الدوري تيجي تلعبه في كاس عاصمة مصر فتخسر قدامه. بس يعني الفرق ديت اللي بتتحط عليها في الدوري تيجي تلعب الاهلي في كاس عاصمة مصر تاخد بطارها مثلا. هو مش هيفضلوا يخسروا على طول، يعني مش هيفضلوا طول العمر كومبارسات. الاهلي بيخسر من طلائع الجيش 2-1 في ماتش هو المفروض كان هو اللي صاحب الايد العليا فيه وهو اللي مسجل الاول. والمفروض انت النادي الاهلي، يعني سواء كنت ناشئ سواء كنت لاعب فريق اول سواء كنت محترف، المفروض ان انت بالعقليه والتيشيرت اللي انت لابسه تبقى عارف قيمته. لكن في ماتش زي دوت وبكاس الرابطه وتخسر قدام طلائع الجيش، مع احترامي الكامل يعني، ولا لاعب من اللي لعبوا النهارده باستثناء محمد بن رمضان والاسيوطي وعبد الله يستاهل يلبس تيشيرت الاهلي. حتى حسين الشحات اللي بنتكلم عليه خلاص، هو يعني دلوقتي حسين الشحات وصل لربع مستواه. الكلام اللي طالع ان هو عايزين يجددوا له على ايه؟ اللعيب ما عندوش مش هيديك اكتر من كده. لا وهو اللي مش عايز. لعيب زي عبد القادر مثلا النهارده نازل عمل ايه؟ ولا اي حاجه. هو اللي مش عايز انه يجدد. لعيب زي ديانج بيجي يقدم لك ربع مستوى عشان مشغول يا عيني. مش عارف هيروح يلعب في الدوري السعودي ولا هيروح يلعب في بيراميدز ولا هيروح يلعب فين، وبتقدم له عروض اقل من طموحاته هو شخصيا بالسلامه. ضيعت من ايدك حامد حمدان وراح بيراميدز المنافس التقليدي بتاعك دلوقتي. مش عارف بصراحه موضوع كسر عاصمه مصر فايدته ايه غير حرقه الدم بس للجماهير. يلا نخش في التحليل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخباركم ايه؟ الاهلي خسر النهارده من طلائع الجيش 2-1. مباراه ملهاش اي لازمه، زي البطوله بالظبط، غير ان هي بتنكد على جماهير الاهلي. خش في التشكيل. الاهلي بدأ بحمزه عبد الكريم في حراسه المرمى، قدامه ياسين مرعي واحمد رمضان بيكهام، مش عارف ايه اللي بكهامه بصراحه، او مين اللي طلع عليه الاسم دوت. الاسماء دي المفروض تبقى بفلوس بعد كده. على اليمين الاسيوطي، على الشمال محمد شكري اللي بصراحه علامه استفهام بالنسبه لي. انت كنت في سيراميكا مكسر الدنيا يعني، واخد ناحيه الشمال دي قبل الاصابه وبعد الاصابه كنت مستواك عالي. ما اعرفش ايه اللي جرى محمد شكري في النادي الاهلي، بس ده الواقع اللي احنا عايشينه. بيأدي مستوى مزري ومفيش افضل منه في الدوري، ما علينا يعني. محمد علي بن رمضان في نص الملعب وجنبه ابراهيم عادل، على الشمال كان حسين شحات، على اليمين محمد عبد الله بيلعب باثنين مهاجمين، حمزه عبد الكريم وجراديشار. قبل ما اخش في الماتش وتفاصيله والفرص اللي جت والفرص اللي راحت وتقييمات بعد كده اللعيبه، ملف المحترفين في النادي الاهلي مع احترامي الكامل يقرف. ليه يقرف؟ عندك لعيبه بتاخد ملايين الدولارات واخده اماكن اجنبي ما بتقدمش اي اضافه فنيه وبتلعب احتياطي. يعني محمد علي بن رمضان اللي لعب النهارده اساسي دوت، في الماتشات العاديه هو ما بيلعبش اساسي اصلا. بيلعب امام وبيلعب مروان عطيه وبيلعب ديانج وهو بيبقى قاعد على الدكه. انا اجيب ليه محترف اجنبي ياخد مني بالدولار وهو ما بيدينيش الاضافه الفنيه ما بيلعبش اساسي على المصري؟ ده المفروض ان اجيبه يبقى اعلى من المصري. لما المدرب الاجنبي يكون شايف ان المصري اعلى منه فدي كارثه، يبقى ده بالسلامه. وقيس على كده بقى محمد علي بن رمضان، جراديشار، بن شرقي اللي نعم نوعا ما بدا ان هو يظهر شويه مع يسترو في الفتره الاخرانيه او في الماتشات الاخرانيه بقى يفوقه شويه وياخد منه الادوار الهجوميه بس. باستثناء كده بقى في المحترفين كله محتاج يتغير، كله محتاج يتغير. ديانج يمشي، اشرف داري ده بيعمل ايه؟ اشرف داري دوت بيجي يلعب لك 3 4 ماتشات في الموسم كله، ده بيعمل ايه؟ بيقعد ليه لغايه دلوقتي؟ بياخد مرتب على ايه مش فاهم. المفروض في يناير دوت كان فسخ ومشي. الاهلي مش زي الزمالك عنده ايقاف قيد ولا حاجه هتمنعه، ولا هو معهوش مثلا، ده لسه شاري عمرو الجزار ب 60 مليون. لو هو مدافع مش دولي، وانا برضه من الحاجات اللي مستغربها جايب مدافع مش دولي، مش هقول لك بقى انت بتديله مرتب كام ولا بياخد كام، بس الصفقه متكلفه 60 مليون. فمن حقها بقى اللعيبه بعد كده لما تيجي تجدد معاك، ده انت جايب لاعب مش دولي ياخد 60 مليون. ما بالك مثلا واحد زي مروان عطيه ولا واحد زي امام عاشور ولا واحد زي اللعيبه اللي موجوده وبتلعب اساسي في منتخب بلدها ولعبت افريقيا وفازت على فرق كبيره زي كوتيفوار وعملت بطوله كبيره. من حقها بقى انا هنا لما تيجي تجدد معاك تقول لك انا عايز واديني. خش في الماتش. اول هجمه معانا دقيقه 4، عرضيه من بن رمضان، رأسيه من عبد الكريم يشيلها حارس طلائع الجيش. المهم تتقطع على بره، يلعبها محمد علي بن رمضان، عرضيه تنزل قدام جراديشار يشوط في السماء. دقيقه 8، كره من عبد الله بن رمضان توصل لجراديشار يشوطها في الحارس. بالمناسبه حارس الجيش النهارده من الاسباب اللي خلت طلائع الجيش يطلع بالنتيجه دي، شال تقريبا حوالي 3 او 4 اجوان. دقيقة 14، مرتدة لحسين الشحات بيلعبها لحمزة عبد الكريم يشوطها بشماله حلوة بس من بره تطلع بره.
دقيقة 42 كرة بيعدي فيها جراديشار يطلعها دفاع الجيش، تنزل لجراديشار بوش رجله يحط جون عالمي بوش رجله الخارجي، جون الاولاني للنادي الاهلي. وهي دي الحسنه الوحيده تقريبا اللي عملها جراديشار في الماتش كله تقريبا، يعني الباقي كله ضايع. يخلص الشوط على كده، مفيش بس غير هجمه طلائع الجيش، كان فاول لطلائع الجيش على حدود المنطقه يشوطها بره، مفيش منها اي خطوره. يخلص الشوط الاولاني 1-0، والطبيعي ان انت لما بيخلص معاك الشوط الاولاني 1-0 ان انت تنزل عايز تجيب التاني على الاقل. ده طبعا لانك ضيعت على نفسك فرصه الشوط الاولاني انك تغطي الجون والتاني فوق الجون اللي انت جبته. دقيقه 50 محمد علي بن رمضان بيعدي بكوره وبيشوط بيشيلها الدفاع. دقيقه 51 كوره بيلعبها الشحات لشكري عرضيه يطلعها على الجيش تنزل قدام الشحات يشوطها ار 2. هي ار بس من غير 2 لانها ما راحتش في حته غير بره. دقيقه 57 جون الجيش عرضية ملعوبة لمحمد عاطف جوه منطقة الجزاء لوحده خالص، قعد ينطط فيها ساعة، وبعد كده هو بيقع شاطها بالراحة، جون يشل بصراحة في حمزة عبد. دقيقة 58 الأهلي بيضغط تاني عايز يخش وعايز يسجل، كرة بتنزل لجراديشار بيشيلها الدفاع. دقيقة 68 بينية من وسط الدفاع من ورا دفاع النادي الأهلي، انفراد رايح لحمزة علاء يشيلها حمزة علاء وتطلع كورنر. الدقيقة 71 وتقريبا من أول نص الشوط التاني وطلائع الجيش أخطر. الدقيقة 71 عرضية خطيرة من طلائع الجيش يضيعها لاعب الجيش هو والشبكة. دقيقة 72 محمد عبد الله بيرقص وبيعدي عرضية تتزحلق من على دماغ جراديشار. انت متخيل تتزحلق من على دماغ جراديشار اللي هو المفروض مهاجم أجنبي بيقبض بالدولار واخد مكان أجنبي قاعد احتياطي تقريبا تلات أرباع الموسم، وحتى في كأس عاصمة مصر مش عارف يسجل. طبعا الجون اللي جابه عالمي، بس انت مضيع قصاده كام فرصة وكام ماتش مهم هيبقى جاي لك الفرص دي فيه، او نصها او ربعها، والمهاجم بتاعك ما بيترجمش. دقيقة 75 بن رمضان بيعدي يلعب بينية توصل في الآخر لحسين الشحات يشوطها ويطلعها دفاع طلائع الجيش. دقيقة 78 الجيش بيسجل الجون التاني، كرة مرتدة ملعوبة بينية، اتنين واقفين في الدفاع، بينية لبينية لبينية بيسجل الجون التاني ويخلص الماتش 2-1. ماتش يعل ويشل، حتى الأهلي ما ضغطش بعدها الضغط اللي هو علشان يضيع فرص مثلا ولا يحاول يخلق فرص مثلا انها تسجل بيها جون التعادل حتى. طلع الجيش بيكسب. انا ما بقولش ان هي بطوله ليها اهميه كبيره بالنسبه للنادي الاهلي، ولا هي دوري ولا هي افريقيا ولا هي حتى كاس اللي الاهلي برضه طلع منه، لكن بقول ان ده ما ينفعش يكون الفريق الاحتياطي. ايه هو الفريق الاحتياطي يا استاذي؟ المفروض ان حضرتك الفريق الاحتياطي ده اللي النادي بيتسند عليه في الاوقات الصعبه. الاهلي كده كده طلع، بس انت بتلعب بلعيبه دوليه ولاعيبه كبيره ولاعيبه محترفين ولاعيبه فريق اول زي حسين الشحات وزي ياسين مرعي وزي المفروض بيكهام وزي شكري وزي بن رمضان المحترفين وجراديشار. بن رمضان كان كويس النهارده مش وحش على فكره، بس المستوى اصلا فريق طلع الجيش تعبان. ارض الاكل النادي الاهلي انت المفروض من ماتشات الرابطه كلها طلعت بيها من بكام لاعب، منهم حمزه عبد الكريم لعب له شويه ماتشات، منهم الاسيوطي لعيب كويس جدا، عمر بن سيد معوض بس خايف منه او خايف عليه كمان لان اصاباته كتير. كام لاعب اتمنى ان هم يزقوا مع الفريق الاول، بس ما حدش يزعل مني. نص قائمه النادي الاهلي البديله محتاجه تمشي، نصها تقريبا. حط معاهم بقى طاهر محمد طاهر، حط بيكهام النهارده، حط ياسين مرعي برده مش على مش اللي هو المدافع يشيل النادي الاهلي، وانا الكلام ده قلته في الاول اول ما الاهلي تعاقد مع ياسين مرعي، وقلت انه مش الصفقه، هو لعيب كويس ولعيب واعد ولعيب مدافع كويس صح، بس الفكره ان هو ما يشيلش دفاع النادي الاهلي. لله الامر خلص الماتش 2-1. الاهلي كده كده ودع الرابطه زي ما الزمالك النهارده حتى كان بيلعب وودع الرابطه، حتى رغم ان هو فاز على المصري، بس فاز على المصري وطلع له كام لاعب كويسين. يعني طلع له الفرنساوي اللي في نص الملعب، طلع له محمد عبد الله، اسمه ايه، محمد ابراهيم الباك اليمين، طلع له كام لعيب كويس. محتاجين ان هم يشتغلوا على نفسهم، محتاجين مدرب يطور، بس برضه مفيش ولا في مدرب بيطور ولا في لعيبه ناشئين واعده اللي هو لا الواد فز. فاكر انت شيكابالا ولا متعب لما طلع، ولا فاهم انت اللعيبه اللي هي كانت بتبقى طالعه، لا باين انها لعيبه كويسه جدا وفزه وجامده. مفيش يا باشا الكلام ده كله. الزمالك كسب المصري النهارده وطلع من البطوله، الاهلي خسر النهارده وطلع من البطوله. لله الامر. الكره المصريه بصفه عامه محتاجه نسف، وخصوصا المسؤولين، ومن اول الناشئين لغايه المسؤولين على المنظومه كلها. كل توفيق للنادي الاهلي في الماتشات اللي جايه،
هارد لك. وطبعا مبروك لطلائع الجيش، الواحد ما يقدرش ينكر المجهود اللي هم عملوه. شكرا لكم. السلام عليكم.